اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا دبارة رمضانية جديدة، وصفات متنوعة بنينة برشا وسهلة ماهلة. المنيو متاعنا باش يكون فيه مصلي، عين سبانيورية، سلطة خضراء مشكلة، شوربة عدس وعصير أفوكا. إن شاء الله الفيديو يفيدكم يقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. وتوا نتعداو باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا أول حاجة خذيت راس بصل متوسط، قشرته وقصيته طريفات، وخذيت معاه راس ثوم متوسط. هذوما باش نرحيهم في الروبو ونرجعوا نكملوا الوصفة متاعنا. باش نبداو تو نحضروا اول وصفه اللي هو المصلي. عندي دجاجه صغيره فيها كيلوغرام، غسلتها ونظفتها مليح. نجموا طيبوا دجاجه كامله والا تقصوها طروف. باش ناخذوا تو 3 مغارف كبار من البصل والثوم اللي رحيناهم. وحضرت شويه توابل. باش نستعمل مغرفه صغيره فلفل زينه حلوه، نصيف مغرفه كركم، مغرفه صغيره من التابل والكرويه، نصيف مغرفه سكنجبير، شويه فلفل اكحل، ومغرفه صغيره هريسه عربي. باش نحط شويه من لي زيرب دو بروفونس، استعملوا على حسب اللي متوفر عندكم. انا حطيت شويه كليل شايح، شويه سيبولات شايحه، وشويه معدنوس شايح. وباش نكمل مغرفه كبيره من صلصه الصويا. اذا كان ما عندكمش تستغنوا عليها، تنجموا تحطوا مغرفه قارص. باش نزيد شويه زيت زيتونه. باش نخلط المكونات هذوما الكل، وباش نزيدهم شويه ماء، وباش نبداو نفوحوا الدجاجه متاعنا. خذيت لهنا السكينه باش نثقب لها شويه صدر، باش هكاك الفاح يدخل فيها مليح. لهنا تفكرت اللي انا ما حطيتش الملح، رجعت رشيت عليها من الجهتين. عاودت خدمتها شويه. في نفس الوقت حضرت بحذايا البلاتو اللي باش نطيب فيه. اليوم المسلي متاعنا باش نطيبوه فك الاكياس متاع الفور. يجي طايب زبده ويكون لونه محمر مزيان. كملنا تو فوحنا الدجاجه متاعنا، باش نزيد نحط فيها شويه كليل اخضر، وباش نربط لها ساقيها، وباش نحطها فك الساك متاع الفور. لهناك الفاح اللي قعد لي زدت عليه شويه ملح، وباش نزيد عليه شويه ماء. وحضرت شويه خضره، خديت كعبه طماطم قسمتها على 4، زوز كعبات بطاطا قصيتهم ديرونديل عملتهم مشرفين، وخديت معاهم زوز قرون فلفل اخضر شقيته في الوسط. نخلطوهم مليح، وباش نزيدو نحطوهم مع الدجاجه. نهبطوا توا كميه الفاح اللي قعدت لنا، وباش نسكروا الساك متاعنا. عندها الخيط متاعها سبيسيال يتباع معاها. باش نخليه يرتاح شويه مده ساعه، ومن بعد ندخل نطيبه في الفور. هذوما لي ساك اللي استعملتهم حبيت نوريهم لكم. هذوما خاصين بالفور وبالميكرووند، وكما قلت لكم تلقاهم متوفرين في المغازات. باش نبداو توا نحضروا الطبق الثاني اللي هو عين اسبانيوريه. عندي اللحم المفروم مفوح حاضر. هذه نحيته نهار اللي طيبنا القناريه المحشيه. فوحت نهارتها 400 غرام، نص الكميه خدمنا بها قناريه محشيه، والنص الاخر قلت لكم باش نحيها نطيب بها حاجه اخرى. جبتها توا لقيتها حاضره سهلت عليا باش نعملوا بها عين اسبانيوريه. نجموا نتوما تاخذوا 200 غرام لحم مفروم، تفوحوهم. ترجعوا للفيديو اللي فات متاع القناريه المحشيه، تو تلقاو الرابط متاعو تحت العنوان باش تشوفوا كيفاش تفوحوه. باش نزيد عليه جست شويه زيت زيتونه، وباش نعاود نعجنه. وباش نبداو نخدموا عين اسبانيوريه. الكميه هذه باش نخدموا بها 3 كعبات عظم. وقبل ما نجبد اللحم حطيت 3 كعبات عظم يتصمتوا في الماء، تصمتوهم بالكدا، لازمهم يطيبوا مليح. خليهم يبردوا ومن بعد تقشروهم. لهنا توا بعد ما عجنا اللحم مليح باش نقسموا ل3 كميات متساويين. وباش نبداو نخدموا عين اسبانيوريه. باش نبداو توا نشكلوا عين اسبانيوريه، ناخذوا كميه من اللحم المفروم، نحلوها على كفوف يدينا بالشكل هذايا، نحطوا فيها كعبه العظم، ونسكروا عليها كيما هكا. حاولوا تخدموها مليح بين كفوف يديكم، وعملوها مستطوله شويه، تكون اوفال ما تكونش مكعبره، باش من بعد الشكل متاعها يجي مزيان كيما العين. سهله طريقه التشكيل ما فيها حتى شيء.
هذه هي توا الكعيبة الأولى حضرت، نحطوها على جنب وباش نكمل نخدم الكعيبات الأخرين الكل بنفس الطريقة. 200 جرام لحم تعملوا بيهم 3 كعبات عظم. كملنا شكلنا الكعيبات الكل، خذيت البلاتو اللي باش نطيب فيه نحطو فيه ورق الفرن، ندهنوه بشويه زيت، نحطو الكعيبات متاعنا وباش ندخلو نطيبوهم في فور سخون من قبل على 200 درجه، النار تشعل من اللوطه هكا، ما نشعلوش عليهم النار من الفوق جمله، دخلوهم كيما هكا من غير ما تغطيوهم لا بورق الفرن لا بالومنيوم، باش نطيبوهم مده نصف ساعه على 200 درجه نار من اللوطه. من بعد باش نقصوا النار 180 درجه وباش نخليو النار ديما من اللوطه، ما نشعلوش عليهم النار من الفوق، نزيدوهم ربيع ساعه ويكونوا عنا حاضرين. باش نحضروا توا الطبق الثالث اللي باش يكون سلطه مشكله، خذيت كعبه طماطم، عندي كعبه بلقه هذايا يشبه للخس، خذيت زوز كعبات سفناريه، عندي كعبه افوكا، وباش نستعمل شويه مايس. توا باش نقص الخضره هذيا ونرجعوا باش نزينوا السلطه متاعنا. كملت قصيت السلطه، خذيت صحين هذيا باش نقدمها فيه، تنجموا تتبعوا نفس الطريقه تجي مزيانه برشا، والا تخلطوا المكونات الكل في بعضهم. باش نزيد نزينها بكعيبات زيتون، وباش نعمل لها عصرة من القارص، خوية من زيت زيتونة، وهذه هي السلطة متاعنا حضرت، ساهلة ماهلة. هذه هي عين سبانيورية طابت وحضرت، تجي ما شاء الله، شوفوا كل لون كيفاش محمرة مزيانة، شكلها مرتوب، طايبة في حقها وتقعد راوية. العصير اللي تخرجوا هذيك باش نستعملوه فيه بنة كبيرة، توا دوبا من خرجوها من الفور ما نمسوهاش، خليوها تبرد 100% باش من بعد كي نقصوها تجي القصة مرتوبة ومزيانة. توا باش نتعدى نحضر عصير افوكا ساهل ماهل وبنين برشا. عندي كعبة ونص من الافوكا، ماذا بيكم يكون طايب بالشكل هذايا، باش نحطوهم في الكيس متاع الخلاط. باش نزيد عليهم زوز مغارف سكر، وباش نصب عليهم إيترا غير ربع من الحليب، تنجموا تحطوا سكر أكثر إذا كان تحبوا. حطيت عليهم مكعبات الثلج وباش نزيدهم عصرة قارص، وباش نهزوا نرحيوهم في الكيس متاع الخلاط، ماذا بيكم ترحيوهم آخر وقت اللي باش تشربوه. لهنا توا بعد ما بردت عين سبانيورية شوية نحيتها حطيتها في صحين نخليوها تبرد 100%. وعندي صلصة الطماطم هذية قعدت لي نهار اللي طيبنا القنارية المحشية، حطيتها في حكة باللار وخبيتها في الثلاجة، باش نزيد عليها العصير اللي سيبته عين السبانيورية نخلطها شوية، من بعد باش نسخنها ونقدمها في صحافي صغار. تنجموا تحضروا صلصة سهلة، شوية بصل ثوم تفوحوها الفحات متاعنا العادية، تعملوا طماطم مركزة والا عصير طماطم وخليوها تطيب حتى لين تعقاد بالشكل هذايا وتقدموها مع عين السبانيورية. رجعنا لهنا تو باش نقصوا كعيبات عين السبانيورية، لازمها تكون باردة 100% باش تجيكم القصة مرتوبة. هذه هي كيفاش تكون من قريب، طايبة في حقها ولونها محمر وتكون راوية. توا كي باش نقصوها ما نحطوش السكينة قد ما تقصوهاش في النص بالضبط، ميلوا السكينة وتقصوها بالشكل هذايا مايلة باش تكون الشكل متاعها كيما العين. هذه هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها، تجي مزيانة برشا. توا باش نكمل نقص الكعيبات الكل بنفس الطريقة ونرجعوا باش نشوفوا النتيجة النهائية. حطيتك الصلصة في صحيفات صغار وباش نقدمها بالطريقة هذية تجي ما شاء الله بنة وزين، على قد ما هي مزيانة على قد ما هي بنينة. جربوها بالطريقة هذية وبقدرة ربي ترحمولي على والديا. وتوا تلقاو الرابط متاع الفيديو اللي طيبنا فيه القنارية المحشية تحت العنوان. هذا هو توا المسلي متاعنا طاب وحضر، يجي ما شاء الله محمر وطايب زبدة. توا باش نحلك الساكة اللي طيبنا فيها، ردوا بالكم كي تقصوها بالمقص على خاطر تخرج بخار سخون بالكدا. توا متبقى لنا كي باش نزينوه في صحن التقديم. اكل العصير اللي سيبوا الكل هذيك باش نستعملوه، حاولوا احتفظوا به، تنجموا طيبوا به اي نوع متاع صلصه شوربه يعطي بنه كبيره. هذا هو توا كيفاش زينته في صحن التقديم، يجي طايب زبده ومحمر وبنين برشا.
هذه هي دبارتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم وتجربوها وتنجح لكم، تجي ما شاء الله بنة وزين نودكم ومنشهيكم. بالنسبة لشوربة العدس قعد لي من البارح، ديما نحضر شوربة متاع نهارين. هذا هو الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله فاتكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. نتقابلوا في دبارة أخرى، وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.